لو انت مستعجله او مكسله تطبخي يبقى الوصفه دي ليكي. يلا بينا نعمل متابعه ولايك وشير ونشوف الوصفه بتاعتنا ايه. معايا بقى فلفل الوان اصفر واخضر بقطعهم لمكعبات صغيره، ومكعبات صغيره من الطماطم، وشرايح من البصل الاحمر. حطي بصلتين كبار كده. انا استخدمت في الوصفه دي نص كيلو وراك مخليه، اللي هي الشيش طاووق. تمام. طيب بحط بقى الكلام ده كله كده في صينيه او في البرام زي ما تحبي. بحط عليهم قطع الفراخ واحط عليهم بقى التوابل دي. معلقتين كبار من بهارات الشوي، ونص معلقه كبيره من فلفل اسود القرفه، معلقه كبيره من الزعتر، ونص معلقه كبيره من السماق، بيدي طعم حلو قوي قوي. بقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس قوي قوي وادعكها في بعض كده لحد ما تلاقي ريحتها طلعت. لو قدامك شويه وقت بتسيبيها، ما قدامكيش خلاص اشتغلي على طول. حط بقى قطع من الزبده على الوش وكوبايه من الميه، وبسويها على البوتاجاز من فوق وبدخلها كده ايه الشوايه تاخد وش. والف هنا وشوفها على قلبكم. وصفه لذيذه منجزه هتعجبك قوي وهتعجب ولادك. ما ننساش نشترك في القناه واللايك والشير، والف هنا وشوفها.